السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة معانا ركنة مختلفة نسبيا عن الركنات اللي بنعرضها هنا في القناة، والمختلف فيها ان هي فيها قطعة زيادة. ايه القطعة الزيادة دي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. الركنة زي ما شايفين مفروشة قطعتين حرف ال وفيها سرير ميكانيزم. هنا بقى العميل طلب انه نزود مع الركنة ديت قطعة تالتة او كنبة مع الركنة بس بدون دراعات. الكنبة ديت نقدر ان احنا نحطها ما بين الجزئين دولت، ما بين الشازلونج وما بين القطعة اللي فيها سرير، هتبقى كمالة للركنة، فهتتفرش هتبقى مساحتها اكبر. وممكن كمان ان احنا نحطها في وش الركنة، يبقوا الاتنين قصاد بعض كنبة بس هتبقى بدون دراعات، والركنة تبقى قصاد منها. وده كان طلب العميل. فحوريكم دلوقتي الكنبة اللي بتكلم عنها، بس حاليا ده السرير الميكانيزم. هو دلوقتي بيوريكم الميكانيزم بتاع السرير ازاي بيفتح ويقفل، لان في ناس كتير مش بتعرف تستعمله. تمام. الكنبة بقى اللي بنتكلم عنها، زي ما قلنا العميل طلب ان هو يفرشها قصاد الركنة، فهتبقى كنبة بدون دراعات. فهوريها لكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. هي نفس الستايل بتاع الركنة كده، بس مفيش دراع لا على اليمين ولا على الشمال، ومفروشة جنب الركنة هناك. هنروح عليها دلوقتي ونشوفها. زي ما انتم شايفين القاعدة ثابتة زي ستايل الركنة. الشلت بتاعت الظهر متحركة، الظهر متحرك مش ثابت. فالشلت بتاعت الظهر ديت الفايبر بتاعها فايبر هولو، والناس اللي متابعة عارفة ان الفايبر الهولو دوت اعلى فايبر موجود في السوق، فبنعمل بيه الشلت بتاعت الظهر. بالنسبة للقعدة، السفنج بتاع القعدة سفنج كثافة 40. طبعا ال45 بقاله مدة مش موجود في السوق، كان عندنا كمية بنشتغل بيها، ولما خلصت بقينا مضطرين نشتغل بال40. ال40 مش وحش برضو، ال40 حلو، وهو حاليا اعلى كثافة في السوق. بالنسبة للسفنج الهايبر، السفنج الهايبر اعلى كثافة فيه 45 من شركة الكندية، لسه موجود منه ال45. انما السفنج المضغوط الاعلى كثافة فيه حاليا كثافة 40. القماش هنا عندنا قماش كتان. القاعده ثابته زي ما قلنا، وهنا كان لازم تبقى القاعده ثابته عشان عندي سرير ميكانيزم. لو عملنا شيلات متحركه هيبقى فيه فرق ما بين السرير، ارتفاع السرير وارتفاع القاعده هيبقى فيه فرق سنتيات بسيطه كده، والشغل هو اللي بيحكمني بكده. يعني الشغل هو اللي بيخلي الفرق ده غصب عني لازم يطلع. فعشان كده الافضل في السرير الميكانيزم ان تكون القاعده ثابته. زي ما انتم شايفين عندي نغز هنا في القاعده، وقصاد منها نغز في الشلت بتاعت الظهر عشان ترد على بعضها كده، بتدي شكل حلو. وزي ما انتم شايفين الركنه متناسقه جدا مع بعضها، حتى الخياطات ديت اللي هي في القاعده انا كنت مصوره لكم فيديو عنها ازاي بنعملها. زي ما بنعمل في القماش بتاع القاعده، بنعمل كمان في القماش بتاع شيلات الظهر، فبيدي معانا نفس الشكل بالمقاسات بكل حاجه، بتطلع متناسقه جدا. وكنت مصوره لكم فيديو مخصوص عن